كان في راجل عجوز كان بيبيع حليب، والناس كانت واثقة فيه جدا، وكان كل يوم بيرجع بفلوس حلال، وكان عايش مرتاح. وفي ليلة وهو قاعد لوحده الشيطان وسوس له وقال له: ليه ما تزودش مية على الحليب وتكسب أكتر؟ وفضل يفكر لحد ما وافق. وتاني يوم الصبح حط مية على الحليب وباعه للناس، والناس كانت واثقة فيه، ورجع بفلوس أكتر من كل يوم، وكان مبسوط. وهو مروح آخر النهار تعب وقرر يرتاح تحت شجرة، وفجأة قرد خطف الشنطة اللي فيها الفلوس وطلع بيها فوق الشجرة، والراجل حاول ياخدها بس معرفش. والقرد بدأ يرمي الفلوس واحدة للراجل وواحدة في المية، واحدة للراجل وواحدة في المية، لحد ما الفلوس انتهت. والراجل قعد يجمع الفلوس وبص فيها كويس، فاكتشف إنها نفس الفلوس، نفس مكسبه القديم. فسكت شوية وقال: مكسب المية راح للمية، ومكسب الحليب للحليب. كان معاكم أكسجين، والسلام عليكم.